مساء الخير، معانا النهارده إيه؟ الشاطر. ايوه، مساء النور يا اسطى. اتكلم. احكي لنا بقى عن نفسك. يعني انا انا عارف ان بدايتك كانت الحوار الميمز وكده، ما كنت اه لا، ما هو إيه؟ في بدايه قبل كده. في طب بدايه قبل. احكي طب كله من الاول بتاع خالص. عرفتني من الميمز اللي كنت بعملها على فيسبوك امم وكده. لا، كان في قبل كده كنت بنزل فيديوهات جيمنج. بس طبعا بقى هو موضوع في فيديوهات الجيمنج في مصر بقى صعب. محتاج منك مجهود وكده، ما كانش بتنجح. فاهم اه. ف... فانا كنت اصلا بعرف اديت وكده. فكنت بعمل فيديوهات الميمز والكلام ده، وكانت حاجات كلها فور فن كلها. كنت بس بشغل وقت يعني، ما كانش فيه ما اصلا كانش فيه حاجة. شغف. لا، كنت بعملها بشغف. بس كانت كلها فور فن. فور فن بحت، لو انا ما كنتش بكسب هي ميمز في الاول وفي الاخر يعني. مش مستني منها حاجة تانية غير كده، غير ان تضحك وبس. مش مستني منها حاجة يعني. اه فاهم. لحد بقى ما قلت قطعت بقى الفترة بتاعت الميمز، وكنت بقى بعمل فيديوهات وكده. فيديوهات الميمز والكلام ده. اه اه. الفترة دي كنت قاطع بقى عن اليوتيوب. بعد كده رجعت، عملت بقى فيديوهات على اليوتيوب بقى. عملت بقى فيديوهات، فيديو كومنتاري، او زي ما انتوا عايزين بقى تسموها، فيديو رياكت، فيديو ايا كان. بس انا فيديوهاتي مش فيديو رياكت بس، يعني عشان ايه؟ الموضوع ده بيبقى موضوع بيلخبط كده. اه زي كان وهبس برضه كان على الحوار ده، كان عنده الموضوع بيلخبط برضه. آه. لا، الفيديو رياكت في فرق بين الفيديو رياكت والفيديو كومنتاري. الفيديو رياكت موضوع يعني فكرته بسيطة، انت بتجيب فيديو بترياكت عليه بس. الفيديو كومنتري انت بتعلق على الفيديو ده. وممكن تعمل عليه انت سكتشات بقى في كمان. كلام. انت ممكن تكون اصلا محضر كلام. انت ممكن تكون محضر الجوكس اللي هتقولها، محضر اه في ناس اللاينات. بتسوي سكتشات زي ما انت بتعمل كده ساعات. ايوه، مثلا في لاينات انت كاتبها. الموضوع كده بيبقى محطوط فيه مجهود اكتر من الاخر. بالظبط برضو اه. مش بقول ان الفيديو رياكت يعني ده حاجة، لا ده محتوى وبره بيتعمل وليه ناس وكده يعني. والموضوع اصلا مش ميت، لا يعني بيتعمل عادي. بس في فرق، مش اكتر. فاللي انا بعمله دلوقتي يعني مش عارف هو اصنفه ايه. بس كل اللي بعمله ان انا الصراحة جاي هنا اهزر واقضي وقت ممتع، بس مش اكتر. حرفيا جاي عشان كده هنا بتنزل اهزر. كل فين وفين. لا، ده موضوع تاني بقى، موضوع الانضباط ده. موضوع الانضباط ده عامل لي مشكلة. الفترة اللي فاتت كنت كانش احسن حاجة. فكنت بنزل كل شهر فيديو مثلا. طبعا ده بالنسبة لليوتيوبر لسه بيشق طريقه ل... في رحلته اليوتيوبية. فيديو كل شهر ده ما اكلش عيش. فاكيد اتكلم طبعا. في ايه؟ يعني فيديو كل شهر ده خده كده وروح خليهولك. على الاقل مثلا فيديو كل اسبوع بانتظام. اكيد. المهم يبقى في انتظام، وفي نوعا ما في الاول غرض انتاجيه بقى. مش لازم الاول تركز على الكواليتي في الاغلب، يعني في العموم. امم تركز في الاول على الكميه، وبعد كده هيبقى عندك كواليتي تمشي عليها. ده الصراحه رايي. ده رايي الصراحه، انا اللي طب بمشي عليه ما كل دلوقتي. اليوتيوبرز اصلا حاليا بيعملوا النظام ده، بينزلوا مم. كميات كتير بس بقى شورتس بقى، مش بينزلوش فيديوهات عادية. مم. لا، انا النظام اللي انا ماشي عليه الصراحه، ان المهم اللي مركز عليه يبقى بس في انتظام وكميه كتيره. يعني ممكن عشان ال... ثانوية عامة بس اللي مخلتكش تركز قوي في لا يا عم، كنتش بذاكر اصلا. اصلا. لا، انا بقول لك الموضوع كله كان هو البودكاست ده فاميلي فريندلي ولا؟ لا ممكن اقول عادي كلمه دوس براحتك. العين وورد اولويه. الفكره ان انا بس الموضوع في الاول وفي الاخر انا كنت بتولد بس، مش اكتر يعني. مش حوار ثانويه عامه، مش هعدي اي اعذار. مفيش اي اعذار، لا. افهمك، انا واحد عديت نفس تجربتك يعني، يعتبر مم. برضه بالظبط برضه. حاجات كده وتراكمات حياتيه وحاجات من دي. بعيد عن ان انا بقول لك ان انا كنت ذات نفسي من جوايا كده بتعولق. هي عادي. هي الحياة كده. فترات انت بتكون فيها مش عارف برودكتيف بقى وشغف بقى وبتنتج، وفترات تانية عادي. طبيعي، مش حوار يعني.
فالفترة دي كانت منهم يعني، من فترات اللو عندي كده في اغلب الحاجات. بس عديت اهو، عدينا منها. يعني الف مبروك. امم عدينا منها عادي، وهتيجي تاني وهنعدي منها تاني، والحياة بتكمل يعني، مش حوار. المهم ان احنا منقفش يعني. المهم ان انت ما تستسلمش، المهم ان انت ما تقفش، ما تجيش هنا وتقول خلاص. لا، هتعدي يعني، هتكمل. انت بس ايه، انت بس اعمل اللي ده هو عليك. ده كلام البودكاست بتاع بتاع التنمية البشرية. دلوقتي انا تنمية بشرية. حرفيا. انت خدت الموضوع في حتة تانية خالص بقى. المفروض انت تبقى قاعد دلوقتي احمد ابو زيد بقى، واحنا كده قاعدين. تعلم برمجة، تعلموا برمجة يا جماعة. ادرس ألماني، عيش 5 سنين بدون موبايل. شكلك مش بتستحمى بمية ساقعة، شكلك كده. فاهم انت؟ بس يعني. على فكرة أنا أصلا قبل في ثانوية عامة وكده، ساعتها قبل امتحاناتي بحوالي أسبوع أسبوعين نزلت فيلم وثائقي كنت عامله كده عندي في الشانل، نزلته قبل امتحاني بأسبوع. اه والفيلم كنت شغال عليه سنة كاملة، اللي هو فترة الثانوية عامة كلها. امم كان فيلم وثائقي عن ايه؟ عن ثانوية عامة؟ لا، كان تاريخ الراب في مصر. تاريخ ايه؟ تاريخ الراب في مصر. الراب. ده موضوع حساس ده بقى، بتوع الهيبة وهيد. هو ده بالظبط. الهيبة وهيد حرفيا. طب ايه اللي هنشوفه طالع للنور امتى، ولا هو خلص لا، اصلا؟ هو أصلا نزل من سنتين. نزل من سنتين؟ انت في سنة كام يا اسطى؟ أنا في تالتة كلية. ياه، ياه. شكلك ما يوحش في كده خالص. اه، ما أنا فكرة أنا أصلا أول دفعة في دفعة التابلت الجديدة. امم لا، انا السنة اللي خدتها على مرتين دي، اه. كان زماني دلوقتي في ثانية ولا حاجة. كان زماني في ثانية. بس خدت السنة على مرتين، وعادي يعني، والحياة برضو كملت. يعني أنا كنت بقول بقى، أنا كنت من الأشخاص اللي لأ، إزاي أنا هيجي في يوم، أنا هيجي في يوم أجيب ملحق وأعيد؟ ده إيه ده؟ مش هتحصل دي. حصلت عادي. عادي، أنا شلت ملحقين على فكرة، عادي جدا. بس عديت. اه. لا، أنا بقى ما عدتش، معلش بقى، معاناة أنا هنا أكتر بقى. ف... فعادي الحياة كملت. وانا كنت الموضوع ده بجد، لا بقول لك بجد، انا كنت الموضوع ده اللي هو ازاي انا اعيد. بس انا اللي هو كنت شاطر يعني، اغلب حياتي من كنت هو اسمك. متقمص دور الشاطر. اللي هو اسمع انا مسمى، كنت متقمص دور الشاطر. بس يعني تقريبا انا مش عارف، كنت بفيك ده، اللي هو انا كنت بعمل نفسي ان انا شاطر، ولو كنت بغشش بقى العيال بقى وكده. بس لا الصراحة يعني، لا خالص. مش انا الشخص اللي ما لقيتش نفسي خالص في الحتة دي. ما هو بص، كل واحد ايه بيلاقي نفسه في حتة معينة خلاص هو ثابت فيها يعني، مش امم هيرجع تاني لورا. امم الفكرة ان انت لو طول حياتك ما عندكش مثلا حاجة تعملها. انا طول حياتي انا ما كنتش مميز في حاجة. اه، مفيش فاهم. حاجة مفيش حاجة انا كنت مميز فيها. الدراسة ما كنتش قوي. لا، كنت ماشي، شاطر تمام، بنجح وبجيب درجات مقبولة، مش وحشة ولا حلوة قوي. كنت انسان افريج، اكتر طفل افريج مثلا، اكتر طفل افريج انت ممكن تشوفه. ايوه، ايوه، فاهم. عادي، طفل عادي. لا مثلا، لا هو مثلا ما فيهوش حاجة مميز. مميزة. ايوه، مش مميز قوي في رياضة. كنتش كنت بلعب كورة بس اللي هو كانتش بتيجي على مزاجي، كنتش عايز احترفها. ولا كان عندي اللي هو اغلب الاطفال في مصر، وانا عايز ابقى لاعب كورة في البتاع ده والكلام. لا، انا كنت اللي هو ما كنتش بحطها في دماغي يعني. الدراسة زي ما قلت لك. فبس الموضوع اليوتيوب ده بقى لما جه، اللي هو على كده، انت بتبص لقيت ان انت مميز في حاجة، ايا كان بقى الحاجة دي، ايا كان حرفيا. فاهم. المهم ان انت كده بصيت كده، لقيت ان انت في حاجة انت. شعر نور. مم. اه في، فاهم، في سباركل كده جت كده،
اديتك امل كده ان انت شاطر فعلا في حاجه، انت في فعلا حاجه انت شاطر فيها، مش بس. هو الاسم جه من هنا ولا جه منين؟ انا بالنسبه لي امم. حس حسيته من هنا، انما من اي حاجه تاني في حياتي لا. حتى لو كان بيتقال لي شاطر عليها لا، كنتش بحسها خالص. مذاكره كنتش بحب اذاكر، بس كنت بذاكر عشان ايه؟ عشان المفروض اذاكر بس. حتى بعد فاهمك. كده ما اهتمتش. انا كنت بذاكر عشان بذاكر، اللي هو بجري عشان بيجروا، ولو وقف انا هقف. بس استوعبت بقى بعد كده ان انا في تانية ثانوي الكلام ده، او تقريبا في اولى ثانوي، استوعبت انه عادي يعني. مش مش لازم نجري ورا القطيع، احنا ممكن نفضل زي ما احنا. مش اه مش مش انا الشخص يعني. عادي انا ممكن انجح في حاجة تانية تبقى مختلفة خالص، وعادي هكمل حياتي. مش لازم انا ابقى مش عارف ايه وادخل هندسة وادخل مش بتاع. لا. واللي كان مخلي ان انا اللي كان مخليني مش مهتم في ثالثه ثانوي، ان انا قلت خلاص انا مش مستني حاجه من ده. فلما انت مش بتستنى حاجه انت خلاص، انت ايا كان بقى اللي هيحصل انت اوريدي مش مستني حاجه، مش مستني اي حاجه لا مستني كليه قمه، ولا مستني تجيب درجات مجموعة جامعي. ولا اي حاجة، انت عايز تشتغل في اللي انت عايزه. ايوه، مش مستني حاجه. فاللي هيجيلك تمام. انا اللي كنت عايزه بس ان انا انجح وبس، ونجحت. بس على كده. اهم حاجة. بس حرفيا ده اللي انا كنت عايزه، ان انا وانت اخرج. اصلا عايز توصل لفين اصلا بعد كده في اليوتيوب او كده، او الحاجة اللي انت حاببها؟ هو انا دلوقتي عايز اعمل فيديوهات جامده فشخ. ده كل اللي انا رسمه في دماغي. عن ايه ان مثلا؟ انا لا، ما هو في حاجات جديده في حاجات جديده انا بخطط لها، وحاجات جديده انا برضو كنت بحضر لها في الفتره اللي فاتت دي. انا برضو ما كنتش نايم قوي يعني، اللي هو انا كنت ايه، كنت بعيد برضو شويه. الشهر اللي فات ده او الفتره اللي فاتت كنت بنزل قليل، بس يعني كنت برضو دماغي كانت شغاله في افكار وكده عايز اعملها. حاجات برضو مش لازم. الموضوع هيكبر، الموضوع مش هيبقى بس مربوط بس ان انا قاعد في اوضتي. لا، الموضوع هيكبر وهيبقى على شغل عالي شويه. ما اكيد، اي حد اصلا، انت بص سبت حرفيا كل حاجة، فطبيعي لازم هتوصل لحاجة انت عايزها اساسا. لو لو انت دلوقتي خلاص انت مش بايع الدنيا. بالظبط. انت يا معلم خلاص، انت دلوقتي محذوف في الطريق ده، فلازم تجيب اخرك فيه، لازم تنجح فيه. عندك بقى حته هتبقى مثلا. شخص افريج يوتيوب. لا، دي هتبقى مشكله كبيره بقى، افريج في الحياه وافريج في اليوتيوب. فلا، لو انت لازم تبقى مميز بقى هنا. انت كتعليم وكشهاده وكده، انت يعني انت ما دخلتش كليه قمه يعني عشان تستنى منها ان انت بقى تشتغل الشغلانه المعينه وكده. لا. ولا مثلا هتكلم عن نفسي انا مثلا، مش عيلتي برضو مش فقيره، بس اللي هو مش عيله غنيه. بالظبط، حالنا مم. كلنا. عيله برضو افريج، او يمكن اقل من الافريج بتكتين او تكايه مثلا. اه يعني اللي هو بقى في ظل اللي بيحصل في البلد دي، فهي بتعافر يعني انها تفضل افريج. يا رب نفضل افريج. يا رب. بالظبط. يا رب نفضل في الطبقه المتوسطه يا رب. إنما يعني ما علينا خليناش ندخل في الحته دي خالص. بلاش فعلا. عشان سلامتك انت. سلامتنا. سلامتنا. بس عشان نفضل افريج برضو. عشان نفضل افريج يا رب نفضل افريج بجد. بس الواحد بيحاول في حاجه انه ما يبقاش افريج فيها. لا، اليوتيوب انت بقى لازم بقى تحاول بقى ايه، تعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده. وده اللي بحاول انا اعمله. ان انا ان انا يعني عايز بجد كده ايه، اجيب اخري في الحته دي. اصل انا ده الشيء الوحيد. فلو انا لو ما امم. جبتش اخري فيه، يبقى انا كده ما استاهلش حاجه الصراحه. فاللي هو ده حرفيا الشيء الوحيد. انا كدراسه زي ما قلت لك، ما دخلتش حاجه تاخد وقتي،
لا انا مهندس ولا انا دكتور ولا انا اي حاجه من الحاجات دي. بس لا برضه يعني انت ممكن تنوع في الكونتنت نفسه، ممكن ما ينفعش في كونتنت معين تجرب حاجة تاني في الكونتنت نفسه، تكون حتة برضه امم بتاعتك. هو نفسه تيجي تخن مره واحده، عالي مره واحده دلوقتي. سيك اه. طب كده مظبوط تمام زي الفل. تمام اه. بس كنت بتقول ايه؟ كنت بقول لك انت اصلا ممكن تنوع في الكونتنت اساسا، ان اه مش لازم كونتنت معين تفضل عليه. بقى فاهم اللي هو مش شخص لو فشل في حاجة ففي كونتنت تاني مثلا بيبقى في نفس المجال اللي هو فيه. ما هو ده اللي هيحصل، وده اللي كنت بعمله، وده اللي هفضل اعمله. انا في الاول زي ما قلت لك ابتديتها جيمنج، الموضوع ما كانش بيجيب بس كنت مستمتع بيه جدا. الموضوع دلوقتي وصل ان انا بقيت بعمل فيديو كومنتاري على فيديو رياكت على مش عارف ايه، على حاجات زي كده. وبرضه مستمتع بيه، وهيحصل برضه تنوع، لان انا هيجي وقت وهمل من اللي بعمله دلوقتي، فلازم يبقى فيه تنوع. لازم بالظبط اه. لازم يبقى فيه حتة اني في حاجات اجرب نفسي في كذا حاجة، ما احصرش نفسي في نوع معين من المحتوى. ممكن اصلا تبقى فرصي تانية، فرصي احلى في حتت تانية، و... واوصل لحتت اعلى من الحتة اللي انا فيها اوريدي. اكيد اه. فبس ده اللي هعمله الفترة الجاية، ان انا هفضل اجرب. في حاجات هتفشل، ده اكيد. اكيد في حاجات افكار وحاجات زي كده مش هتجيب، بس برضو الفكرة اني هتيجي وهتضرب برضو، هتيجي وفي حاجة هتلقط مع الناس، وقتها بقى همسك الحاجة دي. تفرم. اه اه، واللي هو ما مش هحلبها قوي برضو، بس ايه، هفضل بقى ايه امشي على نفس المنوال، اشوف الحاجة دي، اخدها كده، اجرب فيها يمين وشمال، احاول اعملها تاني مش عارف ايه. هو ده اللي هيحصل. انا بس مستني الصراحة اشوف كل ده. وانا مستمتع والله بالله، وانا انت اصلا مستمتع. فكرت ترتجل قبل كده في حلقة من الحلقات او حاجة؟ انا اكتر الفيديوهات اللي جايبه عندي فيوز كانت ارتجال. لو انا زي كنت ايه حرفيا، حلقة ايه؟ فيديو كان فيديو اللي هو كان عن مكاوي، الواد اللي بيقلد دكتور مكاوي حماده. اه جامد. مكاوي جونيور، ما اعرفش اسمه، ادهم مورجان. ده انا كنت بقى، يعني الفيديو حرفيا كان كله، اغلبه او هو تقريبا كان كله، اللي هو كان كله ارتجال. لو انا كنت قايل ان الفيديو ده مش هيجيب، انا كنت مقتنع ان انا اصلا، إنه يعني يا عم انت اصلا انت هتفتح الكاميرا وهتصور، يعني انت حسيت ان انت دمك خفيف، يعني هتفضل تقول كده نكت من غير ما تكون محضر لها ولا اي حاجه. بس اللي حصل ان انا فتحت وصورت وعملت ابلود ولقيت الفيديو، ايه ده، الفيديو جاب. جاب جامد. مم. ف... فهي بتبقى كده، هي بتبقى دايما حاجات مش متوقعه. ما دايما. بالظبط. ما بس كده انت الفكرة بتاعتك حلوة اصلا، اللي هو ايه نازل كتير، ممكن واحد فيهم يضرب، بعدها ابدأ بقى كمل كمل نزل بقى ايه حاجة نظيفة. ايوه، ما هو ده الحلو برضو في انك تستمر وبكميات كتيره، ان انت بتفضل نوعا ما بتلوش، بس برضو ايه لازم يبقى عندك سنس في التلويش، ما تلوش وخلاص. الناس اللي عندك ممكن تيجي في مرة وايه ده تقفل. الفكرة بس ان انت تكتر الفيديوهات، وهتيجي في مرة وهتظبط، ب- بس يبقى في ب- استمرارية مش اكتر. فاهمك اه بالظبط كده. مم. طب انت اصلا ايه رأيك اصلا في الكونتنت دلوقتي على اليوتيوب بالنسبة للرياكت او كومنتري او اه كده؟ لا، هو دلوقتي الصراحة في تنوع جامد، دلوقتي في تنوع جامد جامد يعني. يعني اكتر حد بيعجبك ايه في المحتوى ده؟ هو كلهم الصراحة، يعني أنا مش مفيش حد معين. يعني حد انت عن نفسك بتحب تتابعه اكتر؟ حرفيا حرفيا كلهم، بس انا دلوقتي الصراحة مركز مع نوع محتوى تاني في الكونتنت الاجنبي مش موجود هنا في مصر. زي ايه؟ بيعملوا واحد اسمه جاديون، وواحد تاني اسمه كانيل جوزيف، و... وكاي سينات.
بيعملوا محتوى عبارة عن انهم بيعملوا حاجات زي البرانكس كده في الشارع، مقالب كده زي، بس هي مش مقالب، هي مقالب او مش يعني حاجة زي كده. بس عارف انت لما بتقول مقلب بيجي في دماغك سيرة بيجي في دماغك رامز جلال والكرنج ده. فاهم المقالب بتاعت زي مم. البيدي باي بتاعت زمان وحاجات زي كده. ايوه اللي هم بيعملوه الصراحة يعني حاجة الصراحة ممتعة، واحب اتفرج عليهم الصراحة. زي فيلسي فرانك برضو كان بيعمل حاجات زي كده برضو زمان. ايوه فيلسي فرانك برضو كان بيعمل حاجة، بس كان ليفل اكستريم الصراحة، صح جدا. مش 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 واصل له خالص، هما بيلعبوا في حتة تانية كده. ولا حتى مفيش حتى أجانب كتير بس قدروا يوصلوا يعملوا زيه أو كده. لا هو حرفيا وصل ليفل اكستريم بقى وبسببه اصلا في حاجات في قوانين اليوتيوب اتغيرت تقريبا، معرفش. او فكرة ان هو كان الايرا بتاعته هو واي دبز ومش فاكر مين تاني، والشلة دي كده كانت الايدجي ايرا دي. جه بعديها بفترة اصلا اي دبز ندم، كان صاحبه برضه كان بيعمل نفس الكونتنت ده، ندم على اللي كان بيعمله كده. حرفيا. ف فمش عارف هي فيلسي فرانك لا كان هو ليفل كان صعب. طفرة في فترة ما. اه لا هو كان الصراحة حالة كده، والواحد كل صراحة ما يفتكر الكام سنة هو جولدن ايدج يعني جولدن ايدج الصراحة، جولدن ايدج بتاعت اليوتيوب يعني. اه قبل ايه ظهور التيك توك والفيديوهات الطويلة اللي معمولة بالريزوليوشن الطويلة اللي بيبقى فيها تحتها ايه كده جيم بلاي لجي تي ايه عشان الاتنشن سبان بتاع الناس. اه ايام كان في ابلكيشن كده قبل تيك توك برضو اللي هو كان فاينز. فاينز. الايام دي كلها يعني كانت الفيديوهات دي كلها كانت بتعمل فيها ميمز جامده كان طالع منها. بس اليوتيوب هو اللي كان وقتها، هو اللي كان واكل الجو. ما اكيد الحاجات دي كانت بتنزل على اليوتيوب برضو. مم. تيك توك بقى هو الصراحة جه واكتسح يعني حرفيا، جو 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 عمل كده برضه هو طفرة يعني. فلا أنا بحب دلوقتي أتفرج على النوع ده من المحتوى، فيديوهات جديا وكانيل جوزيف والحاجات اللي زي كده. ممكن أعمل حاجة زي كده، حاجة زي اللي بيعملوها دي، مش حلو، عارف. انا مستني بصراحه ممكن اشارك برضو في حاجه زي كده. ودي يلا بينا هتبقى. في انت تعمل حلقات جديده، ايه حلقه جديده يعني احرق حلقه كام حلقات جديده عن مين مثلا؟ أنا أنا الفيديوهات الجاية أنا بفكر عايز انا بص انا مش عايز افضل في نفس الحته بتاعت ان انا بجيب حد وبتكلم عليه او بجيب موضوع وبتكلم عليه. عايز الموضوع يبقى اوسع، يبقى اكبر، يبقى فيه تنوع. وانا صراحه زهقت الصراحه يعني في كده نسبه ملل، ما اكدبش عليك. اه عشان يعني اشخاص بيقدموا نفس الحاجات قريبه من بعض. ايوه يعني دلوقتي مع احترامي لكل الزملاء، بس اللي هو الموضوع بقى فيه تكرار وواضحه، يعني تحس انها في فعلا بتتحس كده ان نوعا ما بقى فيه شويه تكرار. ما هو طبيعي. فكرة. اصل هتجيب فكرة. منين جوكس تاني مع نفس المشهد مثلا، فانا هقول عليه جوك وانت هقول عليه جوك خلاص قلنا على قلنا كل اللي فيها. الناس الناس هتزهق لو انت بتقدم لهم نفس الاكله، والتاني برضو بيقدم لهم نفس الاكله، والتالت بيقدم لهم نفس الاكله. يعني الحماس هيقل، فاهم؟ بالظبط اه. الحماس عموما هيقل. هيزهقوا منكم كلكم ومننا كلنا. فلازم يبقى في تنوع، لازم يبقى في تنوع. التنوع ده بيجي بقى الصراحه في الاول. هو عموما الشخص الناجح لازم ياخد الريسك في اي حاجه بقى. لازم تريسك وتنوع بقى، لانه بيبقى فيه خطر مجازفه. انت ممكن تعمله جديد ده ممكن ما ياكلش مع الناس، ممكن ما يعجبهمش. فانت اللي هتشيل الليله، انت لوحدك. فالموضوع بيبقى فيه، الموضوع بيبقى ريسكي شويه، فمحتاج صبر ومحتاج كده ايه يبقى عندك حجه تجرب. كده. ومحتاج تجرب، تفضل تجرب طالما انت مستمتع.
مستمتع وكده، فقشطة. بس تفضل انا تجرب. شغال في يعتبر نفس النظام كده. انا بجرب حرفيا كل انواع الكونتنت، وفي كنت بعمل كذا تشانل مثلا، كلهم انزل فيهم كونتنت مختلف كتير، واشوف بقى اكتر حاجة تجيب معايا ومستمتع بيها بكمل فيها. يعني انا بداية اسمه في الشبكات ومش عارف ايه والكمبيوتر عامة، فيديوهات زي كده. بعدها منفعش، جربت في الجيمنج ومنفعش، جربت في كمان قصص رعب برضه منفعش، جربت حتى جربت البودكاست لقيته جاب معايا شوية. اه. وجربت كمان في تراكات، جربت في طبخ، جربت في رياكت، وجربت في ملخص افلام. بص حرفيا دوست في كله. اه. الفكرة بقى ان انت ما تحاولش تحرق نفسك، لان انت مع التنوع الكتير ده هتشتت نفسك. فانت اللي هو حاول ايه، لما تبدأ في حاجة جديدة تحاول تحط تركيزك عليها. لان انت لما تشتغل هنا وهنا 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 تلاقي نفسك في الاخر انت حرقت نفسك ما هو بالظبط اه. وتشتت. ف ف لازم تدي كل حاجة حقها من الاخر. لو هتبتدي مثلا في حاجة جديدة او حاجة تانية جنب الحاجة اللي انت شغال فيها، تحاول تديها حقها شوية تعملها بطريقة كويسة. ضمير. لان انت جديد في الحاجة دي، وفي اصلا اوريدي ناس قبل منك يقدموا نفس الحاجة. فانت بقى لازم يا معلم ايه، تعرف تبقى مميز وسطهم. لازم تعمل الحاجة اللي تميزك عشان تتشاف. في ما هو الاول بالظبط. طبعا هتلوش، وفي الاول هتلاقي نفسك بتسرق من ده وتسرق من ده وتسرق من ده وتسرق من ده، لحد ما هيبقى ليك الستايل بتاعك. ما الناس هتفضل اكيد. تقول لك انت بتقلد وبتقلد 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 فكك. بعد كده هتلاقي نفسك انت بقى ليك الستايل بتاعك، الناس بقى هي اللي بتقلدك بقى. ما هو بالظبط، ما ده اللي هيحصل المفروض يعني بعد لو انت هتتعب يعني في محتوى زي كده. مم. بس الموضوع الصراحة. قبل ما تبدأ في الحوار الجديد ده تعمل فيديوهات مثلا متنوعة وكده، فأنا عايز حلقة كده، عايز أشوفها مخصوصة عن اللي هو بودي اه. ده طلعت القمر ده، عايز أشوف حلقة عنه. اه. يا اسطى، يا اسطى انا حرفيا، يا اسطى انا في فيديو بحضره دلوقتي حرفيا. عنه. حرفيا يا اسطى. ايه الرعب ده؟ لو انا ده مراقبني ولا ايه؟ انا مش فاهم اللي هو ايه ده. بس انا حرفيا قافل دلوقتي برنامج المونتاج من شويه، والموضوع انا عامله بقى على الموضوع كله، يعني عن العالم ده. وانا ايه ده، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بستكشفهم بقى. اي خدمه يا عم. زي الفل. حبيبي يا والله اسطى. نورتني. بس كده. اه بس كده. والله ايه يا اسطى الكلام ده؟ والله يعني بص، انت لو عايز تطول قشطه. لا انا اصلا احنا مشينا ارتجال يعني، في اسئله دايما بسالها اكتر من كده، بس احنا قاعدين نص ساعه. ف الناس اصلا محدش هيكمل اكتر من كده. والله شوف، بص لو عجبهم نعمل بارت 2 زي وانا الفل. موجود. انا فكرة انا كنت عامل لو تعرف مصطفى حجازي او كده، كنت عامل معاه حلقة قبل كده، فالناس عجبتهم الحلقة فعملت منها بارت 2. ودي نودي لو الفيديو عجبهم، وانا هشير الفيديو كده. ممكن نعمل بارت 2 كمان عندك يعني، ينزل عندك عادي. اه. اه نعمل بارت 2